مربى الفراولة البيتي، ولا أحلى ولا أشهى من كده. لون روعة، مواد طبيعية. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض مربى الفراولة كتير حلوة ومنظرها. أصلا الفراولة طول عمرها جميل، حاجة مفرحة كده. زمان كانوا يعملوا شربات الفراولة في الأفراح، كنا بنفرح بيه قوي لما يجيلنا أحمر كده. طبعا الفراولة دي فروزن. الفراولة بتاعتي لأنها فروزن هوطي عليها ومش هحط لها أي مية، هحسبها لما تستوي بتاعها على الهادي. ابتدت الفراولة تنزل المية بتاعتها. أنا بس هحركها كده تحريك بسيط وهسيبها لما أحس خلاص إنها تمام. أعصر لها الليمون وأطفي عليها وتبقى مربى الفراولة بتاعتي زي ما هي جميلة كده، والحبة بحبتها. خلاص كده بعد نص ساعة دي المية اللي نزلت من الفراولة. محطتش أنا مية تاني، بس هنزع الريم اللي على الوش ده بقدر الإمكان. حطيت نص ليمونة كبيرة أو ليمونة كاملة صغيرة، وحط فيه عليها لسه الفراولات زي ما هي بفراولتها. لسه الفراولة زي ما هي، في منهم بفراولتها زي ما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. المربى خلاص بردت وحابيها في البرطمان. الفراولة زي ما هي، في منهم زي ما هي الفراولة بتاعتها، غير اللي بنجيبها خالص بنلاقيها الفراولة بتاعتها سايحة تماما. طبعا انا ما حطيتش زي ما شفتوا عليها اي نوع من انواع المية. حتى بنتي دلوقتي بتقولي ماما احنا ما نشتريش بعد كده مربى من بره خالص. الفرق ما بين المربى اللي انتي عاملاها اللي هي الفريش دي اللي احنا عاملينها مع بعض والتانية فرق كبير قوي فعلا. حتى الريحة حلوة قوي، بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله دلوقتي هي تقريبا انا عملت في حدود 1.5 كيلو، وكيلو ونص انا حطيت عليهم نص كيلو سكر بس، ما حطيتش نص كمية الفواكه سكر عشان يعني ما يبقاش السكر كتير. حكمت شوية في السكر، وحتى ممكن اقلل السكر شوية واحط بدلها سكر دايت. بس طبعا هو يعني الدايت بيحتاج على فكرة مربى اللي بتكون معمولة بالسكر الدايت ان هي تبقى دايما محفوظة في التلاجة، وهو الافضل كله محفوظ في التلاجة. بس ديكها بزيادة شوية لان نسبة السكر ما بتبقاش عالية فيها، بالسكر طبيعي فبتخرب كده. بسم الله ما شاء الله. ده اخد مني البرطمان اهو 1.5 كيلو بالظبط من المربى. الشكل جميل والطعم اجمل. وبالهنا والعافيه.